عمرك سألتي نفسك أنا ليه بخرج من علاقة بدخل في علاقة تانية من غير حتى ما باخد بريك؟ تعالي أحكي لك حكاية. كان في مرة بنت لا كانت ناقصة عقل ولا ناقصة جمال ولا ناقصة أي فرص حلوة في حياتها، كان ناقصها حاجة واحدة بس مهمة قوي، حب باباها. كبرت وهي بتسمع أنت بنت قوية، أنت ب100 راجل، أنت شاطرة، بس عمرها ما حست إنها محبوبة بجد وإنها فعلا بنت جميلة. كبر جواها إحساس عطش للحب والاهتمام، الإحساس إنها بنت جميلة بجد ومحبوبة، مش مجرد واحدة كده عايشة وخلاص. ولما كبرت بقت تدخل في علاقة وتدخل في علاقة تانية من غير ما تفكر هل هو ده مناسب، الإنسان ده شبهي، هيضيف لي ولا لا. كانت محتاجة تحس بس إنها متشافة ومختارة وإن هي متبقاش لوحدها. عشان كده كان كل فراق مع شخص كان بيوجعها أضعاف البنت التانية. في علم النفس بيقول إن إحساس الأمان للبنت بيبدأ من وهي صغيرة، من علاقتها بباباها. لو كان عندك الاحتياج ده من وانت صغيرة وما خدتهوش، ده مش آخر الدنيا صدقيني، ومش معناها إن انت هتفضلي تدخلي في علاقات سامة ومؤذية لمجرد بس إنك تحسي إنك محبوبة. لو اديتي الحب ده لنفسك وكان عندك الوعي كافي إنك تحبي نفسك وتديها الاحتياج اللي هي اللي محتاجاها، بعد كده لما تدخلي في علاقة، العلاقة دي هتضيف لك، مش هتبهدلي نفسك مع شخص مؤذي وخلاص.